جمعت شجاعتك، وقفتي وقلتي لا مش هقدر. افتكرتي ان الموضوع خلص لحد هنا، وفجأة اشتغل راديو الزن والإلحاح. تلاقي اللي قدامك بدأ يزن ويلح، يدخل لك من الباب ده يخرج من الباب ده، يبعت لك ناس، يغير طريقته، يضغط يضغط ويلح عليكي. مرة يتمسكن، مرة يلح، لحد ما تزهقي وأعصابك تتدمر وتقولي خلاص غور في داهية، هعمل اللي هو عايزه بس يحل عن سماية، وتوافقي وانتي مقهورة ومغلوبة على أمرك. النهاردة في الحلقة ال11 من سلسلة فن الرد الذكي أنا هسلمك سلاح نفسي بس فتاك، اسمه تكتيك الأسطوانة المشروخة. هعلمك ازاي تخلي اللي بيزن يمل ويزهق ويمشي يكلم نفسه من كتر الغيظ في الشارع وانت قاعد حاطط رجل على رجل وبمنتهى الهدوء. هات كوباية الشاي بتاعتك وركز معايا. عشان نكسر عين اللي بيزن لازم الأول نفهم هو بيفكر ازاي. خلي بالك، أنا عايز أقولك على حاجة. الشخص اللي بيلح والزنان ده مش شخص قوي أصلا، ده شخص ذكي بس مبتز. درس شخصيتك وعرف إن نقطة ضعفك هو النفس القصير، وإنك بتزهق بسرعة وما بتحبش الصداع والنكد. الشخص الزنان بيتعامل معاك بمبدأ الطفل الصغير في السوبر ماركت، يفضل يعيط ويصوت ويرمي نفسه في الأرض عشان عايز اللعبة، فالأم من كتر كسوفها تزهق وتشتري له اللعبة. الطفل هنا بيتعلم إيه؟ بيتعلم إن الزن هو السلاح اللي هيكسر كلمة لأ بتاع ماما. الشخص الزنان في حياتك بيعمل نفس الحكاية. أول أنت ما بتقول له لأ، هو مش بيسمعها على إنها رفض نهائي، هو بيسمعها إيه بقى؟ اضغط عليه شوية يمكن يوافق. وكل ما تبرر رفضك تقول له مثلا اصل ما عنديش وقت، اصل ظروفي، انت كده بتديله ماتيريال، بتديله ماده خام عشان يزن بيها اكتر عليك. يقول لك ما الوقت بيتعوض، ما ظروفك هتنفع المره دي بس. السر اللي ما بيعرفوش اخواتي ومتابعيني ان التبرير اللي انت بتعمله بنزين الزن، يبقى هتوافق في الاخر وانت مكسور. طيب ايه الحل؟ الحل احرمه من البنزين ده خالص. ركز معايا قوي في الجزء اللي جاي. يعني ايه تكتيك الاسطوانه المشروخه؟ فاكرين زمان لما كان السي دي او الشريط يعلق على جمله واحده بس ويفضل يكررها يكررها بنفس النبره وبنفس الصوت ومن غير ما يغيرها؟ احنا هنعمل كده بالظبط مع الشخص الزنان. فرضا حد طلب مني حاجه او حب يستغلني ماديا، حب يطلب مني حاجه خارج ارادتي وفوق طاقتي. معلش عشان خاطري اعمل لي الخدمه دي، بس انا عايز منك 500 جنيه سلف. هاتها لي بس النهارده، هات لي الحاجه دي النهارده بس. والله يا فلان مش هينفع المره دي. هيبدا يزن. عشان خاطري انا مزنوق والله، مش هتتكرر المره دي بس. انت بنفس النبره وبنفس الصوت تماما وبنفس الهدوء. مقدر ظروفك والله، بس زي ما قلت لك المره دي مش هينفع. يعني ماليش خطر عندك؟ ده انت دايما بتساعد الناس، جت عليا انا؟ انت بنفس الابتسامه البارده وبنفس الحروف. انت ليك خاطر وكل حاجه، بس فعلا المره دي مش هينفع. هو السر النفسي اللي احنا عملناه هنا ايه؟ انت ما حطيتش جمله جديده يقدر يمسكها ويمط فيها، انت كررت نفس الجمله. بعد تالت أو رابع مرة هتلاقي الشخص الزنان ده هيبدأ يحس إنه بيكلم حيطة سد. طاقته هتخلص، هو هيزهق ويمشي. المستفز بيزن. اوعى تبين إنك متضايق، إحنا متفقين. اوعى تربع إيدك، اوعى تنفخ. النفخ ده هيبين للشخص اللي قصادك إن أنت بدأت تتهز. طب أعمل إيه؟ خد نفس هادي خالص وبص في عينه ببرود، أو بص في تليفونك كأن الموضوع مش شغلك. هز راسك وكرر نفس الجملة. البرود ده بيحسسه إنه زنه ملوش تأثير على ضغطك العصبي. يعني مثلا هقول واحدة عمالة تزن عليكي عشان تعملي حاجة لا هي مناسبة لبيتك ولا لولادك. تعالي معانا بس سيبك من العيال، مش هيجرى لهم حاجة. تسلمي يا حبيبتي، بس نظام بيتي وولادي حاليا ما يركبوش مع المشوار ده خالص. يا بنتي كبري دماغك، ما تحبكيهاش قوي كده، سيبيهم مع اي حد. عارفه ان انت بتنصحيني حبا فيا، بس زي ما قلت لك نظام بيتي وولادي ما يركبوش مع المشوار ده اصلا. قفلتي اللعبه ب10 تقفال. يا جماعه الزن بيكسب بس لما نكون احنا اللي نفسنا قصير. اول ما تقرر ان لا بتاعتك غاليه وانك مش هتغيرها مهما حصل، هتعلم الكل يحترم كلمتك من اول مره. وبعد كده لما تقول مش هينفع محدش هيزن اصلا، هيعرفوا ان كلمتك زي السيف ما بتنزلش الارض. لما بتثبت على كلمتك قصاد الناس التانية او قصاد زن ولادك في البيت، انت بتعلمهم اعظم قيمه في الحياه، ايه هي؟ الثبات والحدود. طفلك لما يشوفك صخره قدام الابتزاز هو كمان بيطلع شخصيه قويه ومحترم، ومحدش يقدر يبتزه عاطفيا مهما كان. وده اصل وجوهر رسالتنا في وعي وبساطه مع رغد. سلسله التعليقات لسه مليانه قنابل. الحلقه ال 12 هنتكلم فيها عن دموعي بتخني، ازاي تفرقي من الطيبه وضعف الشخصيه. عايزاك تحبس دموعك وتحولها لقوه تزلزل اللي قدامك.
اكتب لي في التعليقات أكتر موقف اتعرضت ليه للزن وضعفت عشان ناخده ونعمل عليه حلقات كاملة. وشير الفيديو ده لكل صاحب ليك أو صاحبة ليكي تعبت من كتر الزن وبتوافق وهي مقهورة عشان نقوي قلبها. تابعوا باقي حلقات سلسلة فن الرد الذكي، لسه مستنياكم مفاجآت كتير.